قام عارف، وكان راجل مقطوع من شجره. ومن بعد المشهد المؤثر اللي شافه الكاتب مصطفى امين ده، جات له فكره، وهي عيد الحب المصري، وتحدد ان هو يكون النهارده 4/11، غير طبعا عيد الحب الاوروبي اللي هو عيد الحب العالمي اللي هو 4/2. فكره مصطفى امين ان هو يعمل عيد الحب المصري مش مجرد ان هو يخلي اي اتنين مرتبطين يجددوا حبهم لبعض، الفكره ان هو يعمل عيد يخلي فيه كل الناس تحب بعض، الابن يهادي ابوه، والبنت تجدد حبها لامها وتقرب منها اكتر، حب الصاحب لصاحبه ويوطدوا علاقتهم ببعض. كلمه بحبك بين الصحاب مش عيب، دي ضروره زيها زي كلمه الشكر بتتقال على مواقف الرجوله والجدعنه ما بين الصحاب. دعوه ربنا يحبب فيك خلقه او يحبب فيك الناس، دي دعوه لا تقدر بثمن، لان اغلى كنز في الوجود هو حب الناس. التعبير عن الحب بتختلف طرقه، ملوش كتالوج، مش لازم ولا ضروري هديه غاليه، ممكن تكون ورده، ممكن شوكولاتايه، الحاجات البسيطه دي كلها بتفرق، وممكن تكون ابسط حاجه في الوجود كلمه بحبك. وكان معكم حوار سكريبت مسلم، وهابي ايجيبشن فالنتاين داي.